السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وبخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم الفتيات مع سناء. كما شفتوا اليوم جبت لكم عصير طبيعي بدون سكر، واكيد مفيد يعني القيمه الغذائيه ديالو راها عاليه، يعني بلا ما نقول لكم راكم عارفين فوائد العواصر، وبالخصوص الشمندر اللي هو البربه. كما كتشوفوا الكثافه ديالو كتجي زوينه، نتوما كتحكموا في الكثافه ديالو، الا بغيتوه ثقيل ولا بغيتوه خفيف. انا مهم كنديرو نورمال، ما يكونش ثقيل ما يكونش خفيف، كيجي لذيذ صراحه وبدون سكر. بقاو معايا نقدموا المقادير. بسم الله توكلنا على الله. كما شفتوا المقادير كلها موجوده في البيت وطبيعيه ويعني مفيده. كما شفتوا غادي نقدم معكم هنايا المقادير. كما شفتوا هنا عندي جوج جزرات ما طيبينش، يعني غير مقطعين، وعندي 4 بربات صغار، وعندي شويه زبيب وبنانه، وعندي هنايا تفاحه وليمونه. انا كنفضل تقدروا ديروا عصير كما قلت لكم، تقدروا تعوضوه بعصير ديال الليمون، ولكن انا كنفضل الليمونه كامله، يعني باش القيمه الغذائيه ديالها يعني كناخذوها كامله كما كتعرفوا. صافي هنا غادي ندير كلشي في الخلاط. هنايا عندي ليمونه وتفاحه غادي نديرهم. انا كنفضل ندير الليمون هكا نيا احسن من العصير، يعني باش راكم عارفين الفيتامينات ديال الليمون، يعني ماشي بحال الا كليتي الليمونه ماشي بحال الا خديتي غير العصير. هنا عاوتاني غادي ندير الجزر ومهم المكونات كلها اللي عندي. كما كنأكد الجزر راه ما طايبش، الباربه اللي طايبه. كما تقدروا ديروا الباربه خضراء، ولكن صراحه ملي كتكون خضراء غديروا غير وحده، باربه وحده، لان الا درتو كتر كتكون تجي مجهده. ملي كتكون طايبه نقدروا نديروا 3 4 ديال البربات، ماشي مشكل. هنا كما شفتوا كنديروا الماء ديال الشرب اكيد. كنديروا غير كميه قليله، مثلا شي كاس، حتى نطحنوه مزيان حتى ينسجموا لينا المكونات مزيان، يعني ما يبقاوش يبانوا، عاد نبقاو نضيفوا الماء. هنا كما شفتوا صافي طحنته. غادي نخوي معكم واحد الكاس باش تشوفوا يعني هذا التقوليه ديالو كيفاش. كما شفتوا ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف، نتوما كتحكموا في الكثافه ديالو، كيجي لذيذ ورائع. تقدروا ديروا حتى الفريز الا بغيتو معاه، تحليو بالفريز حتى هو، ولا مهم كديروا كاع يعني الفواكه اللي بغيتو. الايجاص انا كل مره شنو كندير فيه، تقدروا حتى الايجاص ديروا فيه، اللي عجبكم كديروا فيه، كيجي لذيذ رائع. واهم شيء ان القيمه الغذائيه ديالو كتكون يعني مفيده جدا، يعني لوليداتنا ولينا، وخصوصا في هذا رمضان ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا. علاش لا نشربوا شي حاجه اللي هي صحيه؟ واهم شيء عودوا راسكم بانكم تشربوا عواصر بلا ما تضيفوا لهم السكر. دائما حليو اما بالزبيب اما بالعسل الحر اما بالبنان، هذا بالفروته. دائما نحليو غير بالفواكه بلا ما نضيفوا السكر. راه انا هذا راه حلو اللي داقو راه ما يقولش بان ما فيهش السكر، لان ديك البنانه والزبيب يعني حلاوه بحال راه فيه السكر، هو ما فيهش السكر. يعني مادام نقدروا نعوضوا السكر، علاش لا نعوضوه بحاجات اللي هي طبيعيه. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وعواشر مبروكه، وان شاء الله الله يدخل علينا وعليكم رمضان بالصحه والهنا والرزق وما تمنيتو ان شاء الله. كما شفتوا هنايا نوريكم الكثافه ديالو، راه كيجي زوين، ما خفيف ما ثقيل. جربوه اكيد غادي يعجبكم. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. نضرب لكم موعد الى فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.